معانا النهارده عربيه نيو اكسنت موديل 2011. العربيه صاحب العربيه اللي كان عارضها للبيع كان بيقول ان العربيه اوتوماتيك على ابوه، يعني ما كانش متغير لها سيستم او هي ما كانتش مانوال. فلما رحنا فحصنا العربيه لقينا ان الموتور والفتيس مغير سيستم كامل لاوتوماتيك، يعني العربيه كانت مانوال وبقت اوتوماتيك. طبعا غيرت عداد، غيرت كلسونه، غيرت كنترولات، غيرت موتور. لكن العربية كانت بصراحة فابريكا. البودي الخارجي ودواخل العربية كانت فابريكا، ودي من الحالات النادرة اللي بلاقيها في الموديلات اللي هي البعيدة دي، 2011 و2010 و2012 و2009. الموديلات دي قليل قوي لما بلاقي عربية فابريكا بره وجوه. فقلت للمشتري تغيير الفتيس او تغيير سيستم كامل من مانوال لاوتوماتيك ده ما يعيبش قوي في العربية. توكل على الله واشتري العربية. طبعا فرد كاوتش امامي كانت انتاج 23 وخلفي انتاج 22. العفشه ما كانش فيها اي مشكله، لا جلب مقصات ولا مساعدين ولا تيل ولا طنابير ولا كبالن داخلي ولا خارجي ولا بارات ولا اي حاجه في العفشه محتاجه تتغير. حاله الكهرباء والتكييف زي الفل، ما كانش فيهم اي مشكله. عربيه فابريكا بره وجوه، هي بس كانت رشه الاكسدامات. كتبت طبعا التقرير وقلت للمشتري ان العربيه او السياره بحاله جيده بعد تغيير من مانوال لاوتوماتيك عشان يثق في الكلام. بس هنا المشكله ان كان المشتري مش واثق في صاحب العربيه، ان هو كان قايل ان العربيه اوتوماتيك على ابوه، ان هي اوتوماتيك من المصنع. فحس كده ان هو في كذب منه، لان هي العربيه ملك اول، يعني هو الراجل صاحب العربيه البايع ملك اول، ف100% هو عارف ان هي كانت مانوال. فهنا بقى كان يعني المشتري نفسيته وقفت كده بسبب النقطة دي. لكن في الآخر اشترى والعربية معاه دلوقتي. فبنصح اللي بيشتري عربية مستعملة، لو انت رايح لعربية كانت مانوال وبقت اوتوماتيك، او انت عرفت بعد الفحص ان هي كانت مانوال وبقت اوتوماتيك، اتأكد الأول القلبة اللي معمولة او السيستم اللي متغير او الفتيس معمولين صح ولا فيه مشكلة. يعني مثلا تغيير الفتيس ممكن يكون جايبه من على نص الطارة يمين، احنا في مصر هنا الطارة شمال. فلو اتأكدت ان الفتيس تبع عربية شمال، الطارة بتاعته شمال، يبقى كده الفتيس هيركب ومش هيبقى فيه اي مشاكل. لكن لو يمين، طارة يمين، فللأسف هيبقى فيه مشاكل كتير جدا. دي عربية الانترا اتش دي موديل 2011. فحصناها وطلع في حالة الموتور طقم سيرفيس، محتاجة طقم سيرفيس، ده طبعا في معظم العربيات المستعملة. وكان في تسريب للزيت، فكتبنا ان احنا محتاجين غسيل لتسريب لتباين تسريب الزيت. والفتيس برضو كان فيه تسريب، يعني كان عندنا زيت بني وزيت احمر من تحت بيسربوا. بناء عليه كتبنا ان العربية محتاجة غسيل لتباين تسريب الزيت. طبعا ما نقدرش نحدد التسريب جاي منين بالظبط، علشان خاطر حركة العربية بتخلي الزيت يتنطر في كذا مكان، فما نقدرش نحدد. طبعا الغسيل هيبين لنا التسريب جاي منين، طبعا من اويل سيل او من جوان، فبنكتب ان احنا محتاجين غسيل. العفشة كان محتاجة جلب مقصات وبارات خارجي وكوبلن خارجي شمال. حالة الكهرباء والتكييف كشفنا عليهم بالكمبيوتر وبأجهزة الفحص، ما لقيناش فيهم أي مشكلة، لا يوجد أعطال. الكاوتش كان الأمامي إنتاج 2017 والخلفي كان 2015. طبعا حالتهم كانت سيئة جدا. صاحب العربية ما كانش بيغير كاوتش نهائي. طبعا
الاربع فرد كده اكسباير، غير ان هم حالتهم كانت متهالكه وكانت محتاجه 4 فرد كاوتش. البودي الخارجي بتاع العربيه كان فابريكا سقف فقط. طبعا صاحب العربيه كان بيقول ان العربيه فابريكا حزام، لا رشه حزام، فابريكا سقف وكبوت وشنطه. فلقينا ان فيه دهان ونسبه معجون في الحزام والكبوت والشنطه، ونسبه المعجون كانت عاليه جدا. داخل العربيه كان عندنا في خبطه ورا واصله عند حله الشنطه، وكان حله الشنطه فيها زرجينه بس مش واصله للشاسيه تحت. طبعا صاحب العربيه ما كانش كاتب الكلام ده في الاعلان ولا كان قايل الكلام ده للمشتري قبل ما نروح نفحص. بس فدي الحاجات اللي دايما وانت رايح تشتري عربيه مستعمله لازما تفحص كويس، لازما تتاكد ان العربيه ما تمشيش ورا كلام البايع، الا ما رحم ربي. في ناس قليله كويسه، لكن الناس اللي عايزه تبيع وخلاص ومش فارق معاهم حلال وحرام للاسف كتير جدا. العربيه محتاجه شويه مصاريف. هي عربيه مستعمله ومن 2011 وبقالها سنين طويله، بس من الامانه ان البايع مفروض يبلغ المشتري العربيه فيها ايه، وبناء على الحاله اللي هو بيقول عليها المشتري بيقرر هيشتريها ولا لا. الفلوس اللي معاه او التكلفه اللي هو عارضها للعربيه، يعني انا مثلا عارض العربيه ب 500,000 جنيه وبيقول انها فابريكا سقف وكبوت وشنطه ومش محتاجه مصروف، وفي الاخر تكتشف ان العربيه لا فيها نسبه معجون عاليه جدا في الكبوت في الشنطه وفيها خبطه في الحله، فلا يعني ما ينفعش تتعرض ب 500,000 جنيه. عربيه من 2011، عربيه فاضيه، لا فيها ايرباج ولا اي بي اس ولا طاره ولا جنوط ولا اي حاجه، يعني كانك راكب فيرنا. فاللي بيشتري عربيه مستعمله افحص عشان خاطر ما يتنصبش عليك. سلام.